الفرق بين الناجح واللي ما نجحش مش الذكاء، التركيز. بص يا سيدي، في طلبه كتير جدا عندهم قدرات مختلفه. ممكن حد يبقى عنده ماثيماتيكال سكيلز مثلا عاليه قوي، حد عنده ميمورايزنج سكيلز عاليه قوي، حد عنده لايف سكيلز عاليه قوي، بس مش كلنا زي بعض. اللي بيفرق طالب عن طالب تاني بالذات في الفيزيكس مش السكيلز دي خالص، هي السكيلز بتاعته في ان هو يرتب وقته، يرتب دنيته، يرتب طريقه مذاكرته، يعرف ان هو ايه البارتس المهمه اللي هركز عليها. طب انا هركز عليها ازاي؟ هل انا بفهم اكتر وبذاكر احسن لما بكتب؟ هل انا بفهم اكتر لما بقرا الكويستشن اكتر من مره؟ هل لما بحل الكويستشنز اكتر مره واثنين وثلاثه؟ كل واحد عنده الطرق بتاعته، كل واحد عنده الميثود بتاعته اللي بيعرف يوصل بيها المعلومه لدماغه ويعرف يفتكرها كويس قوي عشان يعرف يطبقها في الاخر. كلنا في الاخر زي ما قلنا زي بعض. اهم حاجه مش السكيلز بتاعتك فين بالظبط وانت احسن حاجه فين، انما اهم حاجه الهارد ورك بتاعك. اهم حاجه تبقى حاطط لنفسك بلانز فعلا تعرف توصلك للجول اللي انت عايزه. واهم من كل الحاجات دي كلها هي الكونسيستنسي. يعني انا ما ابداش في الاول شد حيلي جامد قوي واضغط نفسي جامد قوي في الاول، وبعدين في الاخر اريح وانام لان انا حرقت نفسي وتعبت ومبقتش قادر وكل القصه دي. اهم حاجه بس الكونسيستنسي، تحط لنفسك بلان واضحه وصريحه تقدر تمشي عليها من اول السنه لحد اخر السنه، وده ان شاء الله هنعمله مع بعض ونظبطه مع بعض.